او بديش اقول هروب، خروج من اللاجئين من الريفيجي كامبس من المعسكرات الى خارج المعسكرات. وبالتالي الان الوكاله محتاجه الى تعمل سيرفي لتسجيل اللاجئين في اماكن سكناهم، لان صار في ديستريبيوشن اوف بوبيوليشن، صار تشتيت، فيش كونسنتريشن كامبس، لم يعد هناك ريفيجيز واسرات فقط. يحل من الفكر النازي، وبالتالي انا اقترح ان الوكاله الان يجب ان تلاحق اللاجئين في اماكن سكناهم. حوالي نصف القرار اليوم من اللاجئين هو منطقه السطح في خان يونس. لم يعد المعسكر هو مورد الكثافه السكانيه للاجئين. الان اللاجئين ليسوا موجودين في المعسكر. النقطه الثالثه ان انا بقترح في نقاط ان تعمل سيرفي وتعمل ليد اسسمنت وتعمل بلانز على بناء على اللي هو الجيوغرافيك بوبيليشن الجديده اللي هي اين جغرافيه اللاجئين الحقيقيين في قطاع غزه، اين يسكنون من الناحيه الفعليه. اللاجئين لا يسكنون في المعسكر، اللاجئين يسكنون في القراره وفي عبسان وفي غزاء وفي السطح وفي خان يونس. اكثر من 70% من سكان اللي اشتروا اراضي الان في المناطق هذه من اللاجئين. النقطة وهنا يجب ان تلاحظ الوكاله ان الوكاله تلاحظ مشكله ان خدماتها يجب ان تلاحق اللاجئين خارج المعسكرات بدل ان ترسل خدماتها للمعسكر، لان في هروب المعسكر للخارج. فالان يجب الوكاله تعمل ابديتنج للداتا اللي عندها على كل ريجستر ريفيجي عشان تعرف انت. النقطة الثانية في حاجة اسمها نقاط سريعة، أول حاجة في حاجة اسمها الميديكال جيوغرافي أشاروا لها الناس، أين كيفية توزيع الخدمات الهيلث كير يونتس حسب الناس البوبيليشن. الإديوكيشنال جيوغرافي برضه توزع المدارس حسب تنافس السكان. الريليف سنترز برضه توزعها، ري الوكيشن كل عدد التوزيع. الثلاثة السمر جيمز، ليس السمر جيمز فقط على البحر، يعني ممكن يكون تعمل سمر جيمز في كل منطقة، سمر جيمز في الشرقية، سمر جيمز في السطح، سمر جيمز في القرارة. النقطة الثالثة ليس البحر خان يونس، المضافة. النقطة الرابعة أنا بذكر أن في تسييس للسمر جيمز اللي هو هجوم من الفصائل، فلسطين فاكشنز حاربت السمر جيمز لأنها تريد تركروت every child for factions. وهذا انا بعتبر الوكاله مهم ان تقوم بالسمر جيمز لسحب الاطفال من السياسه، لان هناك تسييس كثير الفصائل تحاول ان تجلب وتخرب عقول الاطفال في الصيف، بديش اتعدى على الفصائل. اخر نقطه او اخر نقطه اللي هو انا بهمنا اللي هي كثير من الواجبات اشاروا لها، بديش اتكلم عنها بكفي يعني بدك يعني سيرفيه دراسه. شكرا جزيلا لك يا دكتور. استاذ ممكن تعطوا الانثى او المراه؟ انا والله لو انك صبرتي ما انا جايبكم. لا زي ما انت شايف الاخوات معدودات على الايد، وهذه مشكله بحد ذاتها في قطاع غزه كله. هذا الجناح كله يعني شويه ما سيطروا الشباب. انا بدي على الدور واحنا زي شويه شيء نشتغل. الرجال قوامون على النساء. بعدين نتذكر يتكلموا 4 هالوقت يتكلموا 9. تفضل. بتكمل الآية الكريمة. الرجال قوامون على النساء فيما فضل الله بعضهم على بعض. لكن فيها 2 1. الشباب على عيني وراسي. كلهم يعرفوا. الشباب على عيني وراسي. بس بدي يعني احكي اوجه كلامي لمايا مباشره على اعتبارها انثى في قطاع غزه كله يا استاذه مايا. جندر المراه مهمشه. المراه مهمشه في كل قطاع غزه، علما انه بتواجهوا عنف منزلي، بتواجهوا عنف اجتماعي، بتواجهوا عنف الاحتلال، مهمشه جدا. اذا بدكم تحكوا انه في نشاطات من الوكاله هي معموله فقط للعاملات في الوكاله، انتم مهمشين الام في البيت اللي هي بدها تربي الطفل واللي بدها تساعد الزوج اللي كانوا من شويه بيتكلموا، وبدها تكون هي الركيزه الاساسيه في المجتمع الفلسطيني بشكل عام. وين الوكاله؟ وين نشاطات الوكاله اللي بتعتني في المراه، في ثقافه المراه؟ المراه بتواجه عنف في البيت، وهي اساسا يعني بسبب الجهل اللي هي عندها، بسبب الفقر اللي ما خلاها
ممكن تتعلم شيء مش مستعده تحكي او تعبر عن الفايلنس الموجود عندها في البيت. ليش ما في ندوات او ميتينجز زي اللي موجود حاليا تحضر النساء؟ الدليل على الجهل في الندوات هذه وحضورها انه اذا انت بتنتبهي في القاعه مش موجود في القاعه حاضرين الاجتماع اللي انت حضرتك عاملاه يمكن 4 أو 5 بس نساء، وهذا دليل على الجهل، او يمكن ما فيش كثير تراست او ما فيش ثقه في الجهه اللي مثلا يعني مع احترام للوكاله اللي وجهت الدعوه. اسف جدا. لانه الكل ما مهمش المرأة ابتداء من زوجها وأهلها انتهاء بأكبر منظمة أو ايجنسي موجود في البلد. وين المرأة من الوكالة؟ وأبى أخص بالذكر مش المرأة العاملة في الوكالة، مش موظفة الوكالة، أخص بالذكر المرأة اللي في البيت، ربة المنزل. وين هي من الوكالة؟ ما حدش بعرف، مهمشة، ما حدا يعني ما لها وجود. والدليل الأكبر إنه إحنا في مجتمع ذكوري مسكوا المنصه ومسكوا المايك حكوا. استاذ ابو همام بقول لك انا شيخ. الدين ما بهمش المراه يا شيخ، الدين ديننا مع المراه ما همش. بطلت شيخ. خلصينا. انا بدي اسال وين الوكاله من المراه؟ ليش ما لها برامج؟ ليش ما لها منتديات خاصه، تلقاءات خاصه ممكن توصليها اياها مع الناس؟ خليني بس يعني سؤالين. استاذ دكتور من اول يعني حضرتك اتكلمت واحد مش لاجئ بس متجوز اول حاجه يعني انه واضح في كتير لاجئين عايشين خارج المخيمات، عشان كده احنا في السنه اللي فاتت بدينا وكملنا دراسه من ناحيه صحيه. دلوقتي في حضرتك بتتكلم عن سيرفي، في دراسه مصر الاسر. فريق بيشتغلوا احنا بنقول حمايه، فريق الحمايه يشتغلوا في هذا السيرفي بالذات. احنا كمان بشكل عام في الاجتماع زي ده عشان بنعرف بشكل عام عدد الناس، عدد اللاجئين، طلاب اللاجئين يروحوا عن مدارس يمشوا يعني